خوت لاباس عليكم. كنت باغي ندير رياكشن على الماطر كبار في الافلام باش نشوف الواقعيه ديالها ونقيموها من 1 حتى 10. مي لقيت بلي راه اصلا فيتين دايرينها وماشي اي واحد بطل العالم في الموتو جيب، فقلت واحد عنده خبره كبيره احسن مني نديرو رياكشن عليه. هو يدير رياكشن حنا ندير رياكشن عليه. المهم السيد هو كيزي ستونر بطل العالم في الموتو جي بي، عنده جوج ديال البطولات في 2007 و2011. اول فيلم نبداو به هو جون ويك ديال 2019. Motorcycle with one hand isn't difficult at all, but with your opposite hand is very... انا كيقول لك بلي السوق ديال المطر بليد وحده ماشي صعيبه، هو طبعا ماشي صعيبه، اي واحد يقدر يديرها، ولكن كنقول بلي الا كنتي كتسوق بيد وحده وكدور اللور وكتشوف جنبك وهذا هذه صعيبه بزاف، حيت راه بصح كتكون راكب فوق الموتور غير تشوف شي بلاصه اخرى من غير قدامك راه كتلقى راسك خرجتي على المسار، وحتى في الطوموبيل براسها، وخصوصا الا كنتي غادي بسرعه كبيره. كاين اللي كيقدروا يديروا هادشي ولكن خاصو تدريب بزاف على ما قال هو، وخصوصا انه راه كيتضارب بالسيف ماشي شي حاجه اخرى. قالت بلي مستحيل تخشي شي حاجه في الرويضه وهي غاده بهاد السرعه هذه، وحتى لا في الرويضه اللورانيه قال لك بلي راه ما غاديش الرويضه القداميه هي اللي غادي تطلع الفوق، لا مازال الا خشيتي شي حاجه في الرويضه القداميه راه عارفين شنو غادي يوقع، الرويضه اللورانيه هي اللي غادي تهز، ولكن الا خشيتيها في الرويضه اللورانيه راه ما غيوقع بحال الفران، غير غادي توقف الرويضه وصافي وغادي يزلق الموتور ولا شي حاجه. قال بلي هاد اللقطه واقعيه بزاف، وخصوصا بسبب داك الخط الابيض، وكنا عارفين بلي الخط الابيض كيتسبب بزاف ديال الاكسيدون. بالنسبه للطيحه فهي واقعيه بزاف، كتوقع حتى في الموتو جي بي كنشوفوها بزاف، وللاسف عطاه 2/10. الفيلم زوين ولكن الواقعيه فيه بالنسبه للمطر لا. بزاف ديال الافلام هكايا كياخذوا بعين الاعتبار غير الصوت مثلا والشكل ديال المطر وهذا والمضاربات، ما خدوش الواقعيه ديال المطر. الفيلم الثاني هو ميسيون امبوسيبل، الممثل المحبوب توم كروز. Eyes would be watering. That's for sure. You know, the no helmet thing would be probably the most difficult aspect. Any little bits of dust, a rock flicking up off a car, off the bike in front, it's almost impossible, a lot of the stuff he does. شفتي كون درت انا الرياكسيون على هذا الفيلم هذا ما غاديش نرد بال لهاد القضيه هذه، وبصح قال لك اكثر حاجه صعيبه في هذه البلاصه هذه هي انه ما دارش الكاسك، بكل بساطه غادي تهدم عليه العيون وهو غادي بديك السرعه، طبعا على البي ام دبليو. حاجه اخرى انه غادي في بلاصه بحال الصحراء، يعني راه ضروري غادي تكون الحجر طاير وداك الشيء. تفرج في هذا الفيلم هذا عجبوني هاد اللقطات ديال الفيراجات، مي هو قال لك بلي حنا كنديروا هاد القضيه في موتو جي بي غير باش نعرفوا المكان ديال الارض، فهمتي، كنعرفوا المسافه ديال الارض فين هي، هو ملي كيديرها هنايا بلا حتى شي بروتيج يعني راه ما كاينلاش. قال لك بلي ما كيدير حتى حاجه من غير انه كينقص شويه من الجلد ديالو. قال لك هاد اللقطه بلي واقعيه، وهو براسو شاف بزاف ديال الموتور كيتفرقعوا بحال هكا، حيت الموتور كيكون سخون في ديك الحاله، وخصوصا الا تقاس الريزيرفوار. كيرد البال بزاف مسخوط. هنا قال لك باللي راه ما كانش محتاج اصلا انه يدير لومبرياج. اللومبرياج قال لك حنا كنحتاجوه فاش كنبغيو نزيدو السرعه، فاش كنبغيو نهبطوا لي رابور ما كاينلاش. قال لك باللي هذا الاكسيدون كان مزيان، واصلا في انفو كتخرج من الطريق وكتفقد الالتحام مع الطريق راه الموتور كيزلق بكل بساطه. غير هو قال لك الحاجه اللي انه فاش كتقيس انفو كتقيس مثلا الارض وانت كتكون طايح بواحد السرعه راه كيبدا يتقطع لك حوايجك وهذا ماشي بحال هكايا. المهم عطاه 8/10، واصلا هو فيلم زوين صراحه. الفيلم الثالث هو سكاي فول 2012. قالك بلي هاد الحركه هادي ماشي صعيبه، حتى بالنسبه لي هو ماشي صعيبه. قالك بلي هادي اكثر لقطه زوينه في الفيلم وصعوبه. قالك بلي حنايا فاش كنشوفوا الفيلم كتبان لينا بلي ساهله، ولكن باش تمشي في ديك الفجوه اللي صغيره صعيبه بزاف، خصوصا الا درتي خطا بسيط غتلقى راسك في داهيه. قالك بلي ماشي صعيبه دير هادي، وكل ما كانت السرعه ديالك كبر كل ما كان احسن، ولكن كل ما كنتي مثلا غطيح بشويه غادي غير بشويه غادي طيح بشكل مستقيم، فهمتوا، يعني غطيح مقاد ما غاديش طيح على شكل زاويه بحال هكا. اللي قال هنا بخلاصه انه الا طحتي بشكل مسطح راه غادي تهرس رجلك وظهرك بطبيعه الحال. مزيان، عطات 9/10، فيلم واقعي وخداو من كاع الجوانب. الفيلم الرابع ذا ماتريكس. انا بعدا قال لك بلي راه عندهم الكونتاكت، حيت كنشوفوا بزاف ديال الافلام ما كيجي شي واحد كيبغي يشفر طوموبيل صافي داكشي بحال جي تي اي كيجي كيديماري وكيمشي ما كيحتاجش الكونتاكت كاع. اللي هذه ماشي واقعيه. قال لك هاد اللقطه هذه باللي يمكن
كما شفنا في اللقطه اللي فاتت، ولكن موتور سبورتيف وعليه جوج الناس ما يمكنش لك ديرها. موتور سبورتيف المنتشرات ديالو ماشي ديال الطيحات ولا المسافات العاليه، دونك يا اما غادي يتهرس هو يا اما تهرس انت ولا نتوما بجوج. قالك باللقطه عاديه يمكن لك ديرها، خصوصا انه كاينين جوج الناس فوق الموتور. قالك ولكن حنا بالنسبه لنا الموتو جي بي ماشي مزيانه لينا وهي حاجه سلبيه، حيت فاش كيديروها كيولي بحال اللي قلتي البنو كيولي بحال ديال الطوموبيل كيولي مسطح. هما قالك ما كيحتاجوش البنو يكون مسطح، كيحتاجوا يشكل على شكل بيضه، فهمتي يعني دائري، دونك باش يكون في الفيراجات مزيان. ما يمكنش لك دير مثلا الفيراجات بنو بحال ديال الطوموبيل. ذاتس واي كما قلت لكم في الطوموبيل هاد القضيه مزيانه كيديروها بعض المرات باش يسخنوا البنو، ولكن الموتور لا. هاد القضيه اللي عنده بصح بزاف ديال الافلام قال لك كيغلطوا في هاد القضيه هادي، وان الطوموبيل ديال البوليس مثلا وهذا دغيا كيتلحق بالموتور دغيا كيتلحقهم، وما لا في الواقع راه الموتور كيخلي الطوموبيل وراه وكيغبرها، فهمتي الموتور خفيف على الطوموبيل. واخا تكون السرعه ديال الطوموبيل اكثر من الموتور، ولكن الطوموبيل عنده اكسيليراسيون كبيره، يعني فهمت هو كيدير من 0 ل 100 في وقت اقل احسن من الطوموبيل صعيب تلحق على هذا، وخصوصا في هذا الفيلم هذا دوكاسي. قال لك هاد اللقطه غير واقعيه كما قلت لكم. تقدر تلقى موتور فيه 180 كيلو 160 كيلو وفيه 200 ديال الخيل، كيفاش تقارنوا مع الطوموبيل اللي الوزن ديالها كبير؟ كيفاش تقدر تشدو؟ هاد اللقطه قال لك بلي ماشي واقعيه، وبصح ماشي واقعيه. الناس اللي كيسوقوا المطار كبار يعرفوا علاش. بالمطار صغار الشينول هذا كتكون غادي مثلا ب 60 كيلومتر تقدر دير هاد القضيه هادي حيت السرعه صغيره، ولكن موتور كبير لا، فاش كتكون غادي بواحد السرعه ما كتقدرش تبقى تغير اتجاهات بسرعه، فهمتوني؟ ويمكن لكم تلعبوا اي شي لعبه ديال في الموتو جي بي ولا شي حاجه وغتكتشفوا بلي راه الدوره ماشي سهله. عنده صح عطاه 3/10، فيلم زوين ماشي بالقصه وهذا، ولكن بالنسبه زعما للمطار ما خداوش الواقعيه بزاف. الفيلم الخامس تيرميناتور 2. قال لك هنا بلي المطار ديال هارلي صعيب شويه تسوقهم، مي هما زوينين وعندهم حصانيه كبيره. طبعا حنا عارفين هذا الشيء هذا، ولكن الا طحتي من شي منحدر عالي بحال هذا ما غاديش يعجبك شنو غيوقع لك. قال لك باللي كما قلت لكم لقطه غير واقعيه هذه، وطبعا الحاجه الوحيده اللي غادي تهرس في هذه اللقطه هذه هي ظهرك، حيت الموتور تقريبا فيه 200 كيلو ولا هذا. طبعا من التسيرات غادي ياكلوا الضوء، وظهرك هو اللي كما قلت ياكل الضوء بزاف. قال لك بلي الموتوكروس وكتكون مازال هذه القضيه هذه كتوعد شويه. الموتور كما هذا طبعا راه كما قلت لكم غتهرس ظهرك، وفي هذا الفيلم هذا عطاه 4/10. الفيلم السادس هو الافنجرز. انا قال لك بلي الدريفت بهذه السرعه هذه اللي غاده به هي وانها يعني خلات الموتور يكون محني بزاف قريب للارض، هذه ماشي ممكنه، وديريكت غادي دير لك اكسيدون ماشي غادي دريفتي. هنا قال لك بلي خاد حتى المكان، يعني هذا ماشي سيركوي ديال السباق ولا شي حاجه، يعني لا غادي تكون عارف انه ما يخرج لك حتى واحد، يعني هذا سيركوي هذا شارع، يعني تقدر تخرج لك شي حاجه في اي لحظه. يقدر يكون الشارع فيه شي حاجه بلاستيكا شي حاجه في الشانطي، دونك ماشي بحال السيركوي. وكما قال زيد كتكون فيها حتى في الشانطي كيكون داك الزيت ديال الطوموبيلات والليسانس مكبوب وداك الشيء، دونك هادشي كيزر لك. قالك بلي هاد اللقطه ما عندوش معها حتى شي مشكل وواقعيه يمكن لك ديرها، ولكن المسافه اللي قطعتها هي فاش فرانات هي اللي ماشي واقعيه، دونك كان غادا بواحد السرعه فاش فرانات ووقف الموتور لا ما يمكنش لك ديرها. قالك بلي هاد اللقطه هادي كما شفنا يمكن ممكنه، ولكن صعيبه بزاف في الموتور، خصوصا ان هاد الموتور هذا كهربائي. عطاه 3 عاوتاني. الفيلم السادس هو تومورو نيفر دايز. طبعا حاجه باينه باللي تسوق الموتور جوج ديال الناس هما سايقين الموتور حاجه اللي صعيبه. مثلا الطوموبيل يمكن ولكن الموتور لا، يمكن لك تسوق بيد وحده كيما قال، ولكن باش جوج يسوقوا الموتور لا. وهاد القضيه هذه جربنا حتى في الصغر، طبعا تكونوا جربتوها حديتوما كتجربوا جوج يسوقوا بيكالا كل واحد يشد في الراس ديال الكيدون، غير ماشي ممكنه فهمتي، حيت الموتور اصلا ما كيدورش بالدوران ديال الكيدون، الموتور كيدور غير كيتميل ماشي كدور الكيدون، دونك هادشي علاش مستحيله. حاجه اللي ماشي واقعيه قال لك في اللقطه هذه هي الصوت، هذا الصوت ديال الفيستا ماشي الصوت ديال الموتور كبير. قال لك بلي كيديروا هذه اللقطه هذه كيديروا هاد الاغلاط في بزاف ديال الافلام،
ما كيديوش على شحال من بيستون. مثلا حنا كنكونوا عارفين باللي الموتور مثلا هذا عنده مثلا 4 ديال لي بيستون وكيشدوهم كيديروا ليه الصوت ديال تو بيستون. مثلا كيشدوا لك الهورنيت مثلا في الفيلم وكيديروا ليها الصوت ديال ام تي 07. دونك اللي كيعرفوا في المطار راه كيشوفوا ديريكت هاد اللقطه ماشي واقعيه. قالك بلي هاد اللقطه دي ماشي مستحيله، ولكن الهارلي صعيب بزاف تكابري به، حيت الموتور اصلا ما عندوش واحد الاكسيرياسيون اللي كبيره، ولكن يعني يمكن لك ديرها. قالك باش تمشي بهاد السرعه هادي وانت مكابري يعني مستحيله، حيت اصلا انت فاش كتكسيري راه الجسم ديالك كيبغي يمشي للور. يعني كل ما كسيريتي الجسم ديالك كيبغي يمشي للور ماشي كيمشي لقدام. يعني انت ما غاديش على جوج رويد، انت غادي على رويده وحده. دونك كل ما كسيريتي اكثر كل ما الجسم ديالك غادي يمشي للور. وخصوصا كلك في هذا المطار ديال لي هارلي، حيت هما مصممين باش انهم يثبتوا في الارض ماشي تهز الرويده القداميه. قالك بلي هذه هي العدو ديالنا حنايا في السباقات، انه تهز لك الرويده القداميه، وخاص الارتفاع ديال هذا ما بين الارض والرويده ما يزيدش على ما بين 15 حتى ل 20 سنتيمتر، اللي هي ما بين 6 حتى ل 8 بوصات كما كيقولوا هنايا. حيت المطار في لي موتو جي بي كيكونوا مجهدين نتوما كيما عارفين، وكيكونوا خفاف، يعني ما كيكونوش ثقال بحال المطار العاديين. نتوما عارفين كيحيدوا منهم الحوايج اللي ماشي ضروريه بحال البولات وداك الشيء اللي ما كيحتاجوش في السباقات. وعلاش قال لك هاد اللقطه هادي؟ مثلا قال لك في السباقات فاش كطرى لك هاد القضيه هادي كيخصك تسبق مثلا المنافس، ولكن الرويده كتهز، يعني خاصك ضروري تنقص من السرعه. سواء تنقص من السرعه هادي دوبلك. هادشي علاش ضروري خاصك تاخذ واحد مثلا تدفع الجسم ديالك لقدام باش تقدر تهبط الرويده ودير بلا ما تقدر تنقص من السرعه. اللي الفيلم دار عكس هادشي، هو طلع الرويده القداميه باش يزيد السرعه ديالو. دونك لا ماشي واقعيه. المهم نتوما عارفين الرياكشن ديالو في هاد اللقطه هادي غادي يسير رز دارك غادي تهرسو. وهاد الفيلم هذا عطاه تقييم ديال 2. الفيلم السابع هو The Bourne Ultimatum. قالك بلي هاد اللقطه واقعيه، وانه كيعرف هاد السيد اصلا اللي دار هاد اللقطه هادي وركب معاه شخصيا. وهاد اللقطه هادي بالضبط تصورات في المغرب، وما عرفتش علاش ديما فاش كيحتاجوا يصوروا شي لقطه ديال مثلا في فيلم ديال شي لقطه مثلا فيها شي اير قبل ما نكمل الكلمه، ولا مثلا ناس خايبين ولا ناس مسلحين الى اخره، ضروري كيصوروا في بلاد بحال هكايا. المهم هذا ماشي موضوعنا، نكملوا. اللقطه اللي دار قالك بلي واقعيه وماشي مستحيله، وانه ديك الياجوره اللي كانت هكاك على شكل زاويه هي اللي خلاته يدير ديك التنقيزه. فباختصار انك تطلع فوق منها وكتعاون بالجسم ديالك. اهم حاجه هي الجسم ديالك، ويكون الموتور يعاونك طبعا، يكون في الموتوسورات اللي يقضيو لك هذا الغرض هذا، والجسم ديالك هو اللي كتحاول تهز به الموتور للفوق. قال لك بلي كاع داكشي اللي دار كان 100% يعني 100% واقعي. داكشي علاش عطاه 10 من 10 ويستاهل. الفيلم الثامن هو The Great Escape. قالك بلي ستيف ماكوين هو اصلا اسطوره، وهاد الحركه اللي دار واقعيه ونظيفه، واصلا راه باينه. شوفوا من غير من الطيحه ديالو، يعني الموتور هذا ما مخصصش لهاد الشيء هذا، ولكن الطيحه اللي داير باينه باللي راه توعد في ظهره. دونك واقعيه بزاف، ما احتاج لا مؤثرات لا والو. خصوصا هذا الفيلم هذا راه قديم ماشي جديد. قالك بلي الربيع ماشي شي حاجه خايبه للموتور الا كان عندك الرواد مخصصين للاوف رود مثلا. اللقطه عطاها 10 على 10. الفيلم التاسع معنا هو بايكر بويز 2003. انا قالك في هاد اللقطه بلي هما اللي اخترعوا هاد الاحذيه المشتعله كما قال هوايا. يعني قالك يمكن لك دير اي حاجه، يمكن لك دير مثلا غير مسامر ولا اي حاجه راه غادي دير لك نفس الافكت. قال هنايا اصلا بلي هو طرات ليه هاد البلان هذا في قطر فاش كان كيتسابق مع دوكاتي، وبلي التصميم ديال المطر هو اللي خلى هادشي يبان. وقالك بلي السبب هو انه كان سباق في الليل، وانهم كانوا قراب الارض، وداك البورتيج ديالو ديال الرجلين هو اللي كان كيتحكم مع الارض وكان كيبان. دونك قال لك هادشي راه يقدر يكون حتى في الصباح، غير في الصباح ما كيبانش على حسب الضوء، والليل راه كيبان حيت البروتيج راه كيكون فيه الحديد. دونك فاش كيتحكك مع الشانطي راه كيبان داك التشاش. قالك بلي هاد اللقطه ممكنه وشحال من واحد يقدر يديرو. قالك بلي انا براسي نقدر نديرها دابا، وكاين اللي كيقدروا يديروا اكثر من هكايا. قالك بلي الحركه الوحيده اللي ما كانش يقدر يديرها هي هاد اللقطه هذه فاش يوقف على يديه. فكل شيء في هاد اللقطه هذه واقعي، حيت اصلا كانوا كيتمشوا غير بشويه، وعطاه هو 10 على 10. دونك الخوت الا كانت عجبتكم هاد الحلقه هذه ضروري اكتبوها لي في التعليقات.
باش ندير لعيبات اخرين بحال هكايا. والى ما عجبتكمش حتى هي قولوها ليا باش ندير عاوتاني واحده اخرى. انا لا يضحك معكم، ندير طبعا داكشي اللي كيعجبكم. ومبروك عيدكم وتهلاو.